أهلا البنات، شنو أحوالكم؟ جيتكم بوصفة جديدة خفيفة وبنينة على الآخر واللي هي دويدة جارية بالكروفات. باهي، نمشيو على المقادير شني نستحقو. ناخذو بصلة كبيرة نقصوها طرف صغار، الكروفات زادا نقصوها 2 كوب صغار، ناخذو اللفاح مغرفة كركم تابل فلفل أكحل هروز زوز سنون ثوم والملح حسب الرغبة يرجعلكم ليكم نتوما، ومعاها نضيفولهم زوز أوراق رند، وهذه هي الدويدة واللي هي الشوفودون. باهي ناخدو الطنجرة متاعنا ونضيفو لها الزيت، فوالا هاني باش نوريكم لهنا، أما راهي جات بنة اللهم صل على النبي. وبعدها لهنا الزيت سخون شوية نضيفو البصل نحركوه نذبلوه بالقدا بالقدا، ولهنا باش نضيفو عليه الكروفيت. بنتي لهنا قالت لي ماما نعاونك خليتها مسكينة. لهنا باش نحسو بدا يعطي الغوزي نتاعو باش نضيف زوز أوراق الرند متاعي، نزيد نقليه بالقدا بالقدا لين يولي كلو غوزي باش نضيف اللفاح متاعي اللي قلت لكم عليه قبيله، التابل، الملح، فلفل اكحل، فلفل زينه حاره، والكركم. لهنا امي مطور راني حاطه الماء سخون يغلي ومرقت ديريكت راني ما استنيتش، وهاني باش نوريكم لهنا دوب ما يغلي شويه باش نضيف لها الكلافس. نسيت الكلافس، نسيت ما وريتهولكمش. ها هو هاني باش نوريهولكم. فوالا ها هو. ولهنا بعد ما زفنا الكلافس باش نغطي عليها نخليها لين تقر زيتها بالقدا باش نجمو نضيفو الدويدة متاعنا. فوالا لهنا البنات هايكا هنوري فيكم قرت زيتها وتوا باش نضيف الدويدة. لهنا مسيت الكروفيت لقيتها صاي طابت. لهنا بعد ما حطيت الدويدة حسيتها ناقصة كي نهز بالمغرفة مراش في الدويدة راكن في الكروفيت والبصل والجو الاخر معناها الدويدة مراش باش نضيفها. هاو كذفت لهنا شوية وتخليها متاع 2 مينوت تحضر معاكم. وهذه هي كانت الوصفة نتاعنا، هذه هي دويدة الجارية. ان شاء الله كنت خفيف عليكم، ان شاء الله يعجبكم، وما تنساوش تجربوها وتقولوا لي في لي كومونتير، وان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام البنات.